السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله بعمل لكم فيديو جميل جدا جدا، والسردين المخلل. طبعا ما فيش حد ما بيحبش السردين المخلل. طبعا انا كان نفسي فيه، وكنت رحت سوق المينا ولقيته موجود هناك، فقلت والله لا اجيبه. واول مرة اعمله اصلا يعني. وهعمله معاكم. انا كنت شفت طريقته في مكان وكده وعلى اليوتيوب وعجبني، فقلت لازم اجربه معاكم ونشوف الطريقة سوا. جبت انا نص كيلو سردين ونضفته وصفيته وخليته تمام التمام. طبعا النص كيلو هحط له تقريبا نص كيس ملح، واحط عليه معلقة كركم ومعلقة شطة. طبعا عايزة اقول لكم ان الشطة والكركم ده اختياري، يعني ممكن تحدقوه بملح بس، او ممكن تحطوا معلقة شطة. هنحط كمان شوية زيت، اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه يعني. بس انا يعني ايه، عجبتني الطريقة دي. اللي هو الشطة والكركم، يعني انت ممكن تحطي ملح وشطة بس. طبعا انا زي ما انتوا شايفين كده حطيت معلقة شطة ومعلقة كركم صغيرين. انا حطيت شطة مش ناعمة، حطيتها يعني خشنة شوية. وهنا هو حطيت معاكم كمان الزيت. بصراحة يعني انا اول مرة اعمله يعني. تمام. هو طريقته سهلة وكل حاجة، بس يعني الواحد برضو يعني كنت بجيبه جاهز، او امي الله يرحمها كانت تعملهن. فكان يعني ما كنتش بعمله بايدي يعني قبل كده يعني. بصراحة انا مرة عملت فسيخ، بس طلعت تجربة معايا فشلة وفشل مني، انما السردين الحمد لله طلع تمام. ومرة عملت بسارية، البسارية برضو طلعت جميلة جدا. هنا هو حطيت الخليط الملح والكركم والشطة. وطبعا هقلب كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده، كله في بعضه كده، السردين مع الملح. ما بدنا يعني خلاص بقى، يعني هقلب بايدي يعني. هعمل ايه يعني، المعلقة مش نافعة، علشان طبعا الملح كله يدخل مع السردين، فالملح يوصل لكل سردينة، يبقى متحدق تمام كده يعني. عايزه اقول لكم انه كان طعمه جميل جدا جدا جدا. بصراحه انا ما تخيلتش ان انا اعمله ويطلع حلو. هنا كنت بجيب علبه عشان احط فيها، تقريبا كنت نسيت التليفون مفتوح وانا بجيب العلبه، ونسيت اقطع الحته دي في المونتاج. معلش بقى. هنا جبت علبة اهوت. عندك علبة، عندك برطمان، برطمان سمنة اللي هو اللي بيبقى البلاستيك دوت، وبتغسليه وبتنضفيه وممكن تحطي فيه برضو. انا عندي هنا لما كانش عندي اي برطمان بلاستيك، كان عندي بس بصراحة كانوا صغيرين يعني ما كانوش هيكفي الكمية. هنا اهوت هحط في العلبة وهحط فيها الكيس ده، عشان اما اجي اقفله ما يبقاش فيه هوا. طبعا احنا لازم نقفل عليه كويس برضو عشان ما يعملش اي حاجة او يعمل اي روايح. والتخليل يبوظ مننا. لازم نقفل عليه كويس ونطلع من الكيس الهواء اهوت، واحدة جنب واحدة كده، لحد ما الكمية كلها تخلص. تمام. طبعا عايزة اقول لكم ان انا فتحت كمان عليه، وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو. انا بس يعني الفيديو ده نزل لكم متأخر علشان كان التليفون في صيانة. فبصراحة لما جه التليفون لقيت الفيديو لسه متصور عندي على الجهاز، فقلت لا لازم انزله لكم بقى قبل رمضان، علشان لو حد حب ان هو يعمله وياكل منه قبل رمضان يلحق ان هو ياكل منه يا دوبك يعني. اهو حطيت كمان شوية زيت. هقفل بقى عليه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. انا بهز العلبة كده عشان كله يتسوى جنب بعضه، واحط كمان كيس. كل الكلام ده هتشوفوه وانا بفتح معاكم، عشان تعرفوا وتتأكدوا من ان انا ايه، فتحت العلبة معاكم ما فتحتهاش قبلكم يعني. انا برضو شفت النتيجة معاكم بصراحة يعني، بس بصراحة كان طعمه جميل. جبت كمان اللي هو ورق الاسترتش اللي احنا بنحفظ بيه الاكل ده، وامسك بقى لف شمال ويمين ويمين وشمال،
يعني ما سبتش فيها مكان الا لما لفيته اهوت. العلبة يعني مش هتهرب بصراحة يعني، بس لازم نقفل كويس علشان الهواء. وانا بصراحة موضوع ان كان الهواء يدخل فيه ده كان قلقني شوية يعني، فكنت عمالة احاول ان انا ما يكونش فيه مكان يدخل له هواء يعني، وطلعت الهواء من الاكياس وكده. خلاص كده انا هسيبه بقى من اسبوع ل10 ايام. طبعا عشان الجو كان برد شوية، فانا بصراحة فتحته بعد 10 الايام يعني. 10 ايام فتحت عليه اهوت. هنفتح كل اللي احنا لفيناه سوا هنفكه تاني اهوت. انا طبعا صورت الفيديو، بعد ما صورت الفيديو بعدها ب10 ايام صورت المقطع تاني اللي انا بفتح فيه العلبة. يعني هلبس قلافز بقى عشان قال يعني الزفارة يعني، قال يعني احنا مش هناكل بايدينا يعني. مهم. طبعا هفتح عليه اهوت زي ما انتوا شايفين. تمام، وادي الكيس اللي كنا حاطينه على الوش سوا. هو طبعا احنا ما حطيناش اي ميه خالص، دي ميته اللي بتنزل من السردين. لان الملح طبعا بيتفاعل مع السردين فبينزل كل الميه اللي كان فيه اهو، مع الزيت طبعا. عايزه اقول لكم ان الشطه كانت مخليه طعمه حلو، ما كانش سبايسي قوي، والكركم مخليه لونه حلو وبرضه بيبقى حلو. على فكره انا عرفت معلومه ان الكركم برضه بيحافظ عليه، ما يخلوش ان هو يجراله حاجه يعني، لا يدود ولا الكلام ده. في نفس الوقت برضو بيديله لون حلو من بره كده اهو. كان طعمه جميل، ايوه على البق على طول، طعمه تحفه بصراحه. شوفوا الواحده بوحدتها من تحت زي فوق، ولا واحده مهريه ولا واحده فيها اي حاجه خالص. طبعا بقى انا همسكه كله وهفصص واحط على بوقي. لا طبعا هقعد افصص كده واحطه في علبه واحطها في التلاجة، وقت ما عاوز ان انا اكل بطلع منه وباكل. بس على مين، انا اكلت نصه اساسا وانا واقفه يعني. فصصت منه هو ده اللي انا اكلته. طبعا غير بقى اللي انا هقعد اكله وانا بفصص بقيه اللي في العلبه ده، وحطيته كله في علبه تانية نضيفه. وحطيت عليهم شويه زيت وحطيته في التلاجة.